نعم، الهدف الأول هو الدفاع عن الأقصى. الأقصى يتعرض للتدنيس، يتعرض للتقسيم الزماني والمكاني، ثم الأسرى الفلسطينيين يتعرضون إلى قمع واضطهاد في داخل السجون. الاحتلال رفض أن يجري يعني عملية تبادل، واضطررنا لرفع عدد الأسرى، ثم مواجهة عمليات الاستيطان والقتل والحصار لشعبنا. بلغنا العالم في الإقليم والمجتمع الدولي أننا نتعرض لهذه العمليات الإجرامية، ولم يردوا علينا بجواب، وكأن دولة الاحتلال فوق المساءلة. فاضطررنا لهذه العملية حتى نعاقب هذا الاحتلال ونستعيد قدسية وطهارة أقصانا وقدسنا. نعم، طوفان الأقصى هي عملية مستمرة، عملية تحرير. هي جزء من كل الشعب الفلسطيني، والمقاومة يلتحم مع هذا العدو. في الوقت الحاضر ندافع عن شعبنا، نصبره ونصمده في أرضه، ونريد أن نقطف ثمار هذه المعركة. والاحتلال عكس ما نريد، هو يريد أن يتجاوز ويقفز عن يعني حقوقنا ومنجزاتنا من خلال استهداف المدنيين بشكل مباشر. نعم، بدون شك نحن خضنا هذه المعركة، ونعلم أن العدو سيتخذ هذه الإجراءات، وكانت الخطط موجودة. المفاجئ شيء واحد، الانحياز الأعمى والجارف من الإدارة الأمريكية وجزء كبير من أوروبا والصمت العربي والإسلامي. لكن نحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، نعتمد على أنفسنا، نعتمد على أن شعبنا صاحب حق وقضية عادلة يضحي من أجلها. ما من قضية عادت إلى أصحابها بعد الاحتلال إلا بالتضحيات، والتضحيات هذه جهاد وجزء من عقيدتنا وانتمائنا وولائنا لله. والقدس كذلك جزء من العقيدة، مثل الصلاة والصوم والحج، ولا تقل ولا تعود ولا تثبت ولا تطهر إلا بالجهاد. نرون أن كل الشعب الفلسطيني يجب أن يلتحم مع غزة بطريقة تخرج عن ما في الصندوق، ما يتوقع العدو حتى ما يتوقع الصديق. ثم الشعوب العربية والإسلامية يجب أن لا تأبه بالحكام ولا تنتظر منهم إذن. لا يمكن أن تصل إلى يعني الفخر والمجد بإذن. المجد والفخر والحرية والرفعة تنتزع حتى من يعني رؤساء وحكام الدول العربية. لا تطرقوا أبوابهم، لا تطلب منهم الإذن في الجهاد، هذا واجب. هالسنام الإسلام ربنا احتبانا بهذا الدين، وطلب منا أن ندافع عن أهلنا وديننا في وجه الظالمين من خلال الجهاد. فلا تستأذنوا أحد، الإذن من الله وهو وارد بالقرآن والسنة، فلماذا تستأذنون؟ ومن يستشهد في الدول العربية دفاعا عن القدس هو مثل الشهيد الذي يواجه العدو الصهيوني في القدس وغزة والضفة وفي كل مكان. نعم، المطلوب الشعوب العربية والإسلامية أن تتحرك ولا تستأذن، لكن الحكام العرب يجب أن يرفعوا من مستوى يعني سقفهم السياسي وموقفهم، ويعقدوا الجامعة العربية، ويعقدوا المؤتمر المنظمة الإسلامية، وكذلك يدعو إلى اجتماع في الأمم المتحدة لاتخاذ قرارات في وجه هذا الاحتلال وهذا القتل. إحنا قتلنا يوم السبت في 2008، يوم السبت قتلنا على حين غرة، قصفت غزة وقتل 1600 فلسطيني، ولم يعني يشجب موقف الاحتلال. في يوم السبت في 23 احنا هاجمنا على الجيش الاسرائيلي، وهاجمناه الذي كان يخطط ضدنا من اجل ان نحمي الاقصى. من وقف في يعني خلف اولمرت في ذلك الوقت في 2008 هم من جاءوا في 2023 يقف وراء نتنياهو. اذا الفكره انهم ضد الشعب الفلسطيني، ضد العربي عزيز كريم، ضد المسلم عزيز كريم. فليجتمع العرب، على الاقل يدعو هذه المنظمات لاتخاذ مواقف شاجبه ومستنكره هذا العدوان وهذه المواقف الاوروبيه والامريكيه المنحازه تماما. والشعب الفلسطيني يقتل. لو ان الانحياز بجانب سياسي لا يتعلق بالدم والاشلاء لقلنا ماشي. الان اطفال تقتل بالعشرات وبالمئات، وهؤلاء يغطون. الاحتلال لا يتحرك الا بشرعيه دوليه، وهذه الشرعيه موفره من امريكا واوروبا.
نعم، أي مساعدات، وغزة تحتاج لكل شيء، ولكن كيف يتحقق ذلك؟ هو الشرعية الدولية اللي بالقتل يعني مفتوحة دون حد وقيد لهذا الاحتلال. أول شيء موقف سياسي حاسم، يجب أن نجبر الحكام. كيف نجبرهم؟ إما أن يتخذوا هم قرارات ويتحركوا ويوقفوا هذا الذبح وهذا القصف، أو نحن نتحرك من الحدود. إذا تحركنا الاحتلال سيخاطب الدول ويستجيب ويوقف هذه المجازر. فإما من الشعوب تتجاوز سقف الحكام، وإما الحكام يستجيبوا لإرادة الشعوب. وفي كلا الحالتين بعد نتحدث عن حاجة غزة للدواء. طب دواء توفر، وماء توفر، وكهرباء ووقود توفرت، وأنت لا تستطيع أن توقف القتل ولا تستطيع أن تدخل هذه المواد، فما قيمتها؟ لا شيء. إذا الضغط في البداية لوقف هذا الحمام، حمام الدماء الذي يتم وينفذ من خلال الشرعية الدولية. دولة الاحتلال شهادة ميلادها بقرار من الأمم المتحدة لم تكن موجودة. كانوا شذاذ آفاق في العالم، شهادة ميلاد، وقاموا على أرض فلسطين على حساب الفلسطينيين في أرض المقدسة التي هي جزء من عقيدة المسلمين. ثم الآن يحتاجون إلى الرأي العام الدولي، فإذا تراجع تلقائيا يتراجعوا. فالأصل هنا أن يكون الضغط يعني منع هذا الأوكي، هذه الشرعية لهذا العدو حتى يستمر في قتل الفلسطينيين. نعم، أول شيء يجب أن يكون إسناد لغزة في كل المواقع، لأنه الجيش الآن 500,000 جندي في حول غزة. أن يعودوا إلى الضفة الغربية. عندما تتحرك الضفة بشكل قوي، ليس فقط مظاهرات إنما عمليات، وكذلك في 48 وكذلك في القدس وفي الشتات، تلقائيا سيخفف جزء كبير من هذا الجيش. وإذا في كل الأحوال دخل إلى غزة، هذا ميدان المقاومة. من دخل على فرقة غزة التي أعدت للجيش المصري، هي أعدت للجيش المصري، من دخل عليها 1200 مقاتل. 1200 مقاتل استطاعوا في الليلة الأولى أن يجري تحقيق مع الضباط في مقر فرقة غزة، في المقر، وبقوا في المقر يومين كاملين، وساقوا كل من فيها إلى غزة أسرى. فبالتالي هذا الجيش ورقي كان يقول وينشر أنه لا يغلب ولا يقهر. قهر، قالوا أنه لا يقاتل، قتل وقتل. قالوا أنه لا يهزم، هزم. وما يجري في الوقت الحاضر من ذبح وقتل بحمم نارية تأتي من الولايات المتحدة وتلقى على رؤوس الناس فقط للضغط على ما جرى لهذا الاحتلال من قهر، من إذلال على يد 1200 مقاتل يعني آمنوا بالله وعقدوا العزم على الدفاع عن المقدسات ولا سيما عقيدة الأمة الأقصى. نعم، هذه ورقة قوية، لكن موضوع التبادل لن يتم ولن يتم الحديث عنه إلا بعد وقت هذه العمليات وهذا القصف. لا يمكن للمقاومة أن تفاوض تحت القصف. هذا بلغناه لتركيا، بلغناه لقطر، بلغناه لمصر، بلغناه لكل الدول. لا يمكن. نحن مستعدون. هذه لا نريد أن نستعبد هؤلاء قتلة، لكن يوجد لنا أسرى، يوجد لنا مطالب نريد أن نحققها، ولكن دون أن يكون يلقى ولو قذيفة على غزة حتى نتفاوض ونحن يعني متساويين، وليس يعني تحت النار والضغط، تحديدا شعبنا وليس مقاومة. نعم، بدون شك الرواية التي قدمها العدو وتشربها بلينكن وبايدن وكل هذه الأسرة وروجوها وفرضوا يعني بالتخويف والإرهاب على الأوروبيين وحتى على العرب. هذه الرواية غير صحيحة، غير صحيحة بالمطلق. كل من حرق قصف من العدو، قصف مع شبابنا، قصف مع رجالنا ومع مقاتلينا. مقاتلينا رهنوا أن يفاوضوهم من أجل أن يتم يعني نقلهم بهدوء، فآثر العدو على قصفهم وحرقهم مع شبابنا، ثم ادعى أننا حرقنا يعني المخطوفين والأسرى. فبالتالي أي رواية يثبتها العدو بحقائق وصور، نحن نقدم صور وفيديوهات، هو لا يقدم ويقدم سيارات. طيب من الذي قصف اليوم يعني الشاحنة التي كانت ممتلئة بالنازحين الذين طلب منهم أن ينزحوا؟
الاحتلال هو الذي قصف هذه. كيف كان حال الفلسطينيين في داخل الشاحنات؟ إربا قطع كما فعل بالضبط في كل مركبة كانت متجهة نحو غزة ضربها، وكان كل الذين احتفلوا يهيمون على وجهه، وكل السيارات التي قصفت من الجو من الاحتلال، وأراد أن يلبسها ويدعي أن المقاومة حملت الأطفال وانقذتهم. المقاومة أخذت من الشباب الفلسطيني الذي دخل بمفرده امرأة وطفلين وعادتهم، عادت عدة يعني مستوطنين رغم انهم على ارض فلسطين، وجاءوا ليسلبوها ويأكلوا خيراتها على حساب اهلها، ومع ذلك نظرا يعني لتقيد الفلسطينيين بالقانون الدولي والاسلام بالدرجه الاولى والقيم الانسانيه احترموا ذلك. لكن في كل المعارك يقع خطأ هنا وهناك، اذا كان ولا بد وقع خطأ فلا مجال لأن يأتي الاحتلال ويحمل الفلسطينيين أفعاله وجرائم التي ارتكبها من الجو. أي تحقيق سيثبت ذلك في المستقبل، ولكن الأمريكان لن ينتظروا أي تحقيق وأي نتائج، تبنوا الرواية ودعوا. بالتالي نحن نستطيع من خلال الإعلام أن نقدم الرواية الحقيقية، أن نطلب شواهد في كل ما يدعى سواء من المقاومة أو من الاحتلال، والأيام ستثبت من خلال الأسرى من هم قادة قتلوا شعبنا على مدار عقود. ها هم يعيشون ظروف إنسانية من درجة أولى، مش لأنهم هم مخوفيننا، لأنه هذه قيمنا وهذه شريعتنا وهذا إسلامنا. مثل ما طلب منا نجاهد يطلب منا أن نحافظ على حياة الأسير، لأن هذا جزء من الدين والتعليمات. هؤلاء لا يفهمون، لكن من أجل تبرير خطط ومسارات سياسية كانت تعشعش في آذانهم يريدون أن يفرضوها في الوقت الحاضر، يريدون أن يخرجوا من كل موقف يقول لا في المنطقة. أي صوت يقول لا للاحتلال، لا للتوجه الغربي الذي يريد أن ينهب خيراتنا، يفكرنا يعيش كل هذه الحياة التي نعيشها في الشرق. الشباب لا يستطيع أن يتزوج، لا يستطيع أن يتعلم، لا يستطيع أن ينخرط وينتج. كل هذا سببه من تدخلاتهم، من سيطرتهم وهيمنتهم على غزة البحر المتوسط، وعلى كذلك كل يعني الركائز والموارد الطبيعية التي نعيشها. الشرق الأوسط مليء بالمياه، نحن نعاني من العطش والجوع. كيف ذلك والسودان تستطيع أن تكفي كل يعني هذه السياسات يراد لها أن ترسخ في هذه المنطقة. فبالتالي من يرفع صوته ويرفض الاحتلال ويقف في وجه التطبيع يتعرض لما تعرض عليه له أهلنا في قطاع غزة. بالتالي من هنا بدأت وهنا تنتهي، لكن إرادة الشعب الفلسطيني المقاومة ستكسر هذا، واعتمادنا على الله ثم على الشعوب والأمة الإسلامية بإذن الله.